من الأمور التي يحسن التنبيه عليها وكثرت في هذا الزمان أنه كثر عند الناس اليوم في الصلاة ترك الخشوع في القراءة السرية، فقل أن تصلي بجوار أحد إلا سمعت قراءته للفاتحة وسمعت تحميده بعد الركوع ملء السماوات وملء الأرض يرفعها كأنه يجهر بها، وسمعت تسبيحه في سجوده، وسمعت دعاءه بين السجدتين، كأن الصلاة أصبحت جهرية وانتشرت. هذه من بدع الصلاة أن تكون الأذكار سرية فيجهر بها. نعم، يشرع الجهر بالأذكار لمصلحة التعليم كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه هذه الأذكار، لكن لما قال أبو هريرة رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ماذا تقول؟ ما هو الدعاء الذي هو دعاء الاستفتاح؟ ما علمه إلا لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم تصلي بجوار واحد إذا بيقول سبحانك اللهم وبحمدك، وإذا بيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ربنا ولك الحمد ملء السماوات. هذه من البدع. كثير من الناس بعض الأحيان تسمع الشخص في الصف الثاني، يعني هذه من المحدثات الذي يريد أن ينبه الناس على البدع، ينبههم على شيء مهم. هذه صلاة سرية وأذكار سرية. ثانيا سيشوش على من بجواره. منهم من يصلي يجلس الرجل يقرأ التحيات فلا تستطيع أن تعي التحيات لله والصلوات، وإذا بيرفع بصوته وكأن هذه الأذكار جهرية. ولذلك ينبغي التنبيه على هذا، وينبغي على الأئمة أن ينبهوا الناس. الصلاة السرية سرية، والجهرية جهرية، والأذكار المشروعة سرا، والأذكار المشروعة جهرا. نسأل الله بعزة أن يرزقنا التمسك بالسنة، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها.